بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد دلوقتي الساعة 8 بالليل وأول يوم هبدأ فيه إن شاء الله أول درس في البناء المنهجي. البناء المنهجي كنت دخلت فيه كذا مرة بس للأسف وقتها كنت في الجامعة وقبلها كنت في الثانوية، فما كانش عندي الهمة والنشاط إني أكمل فيه. كنت بقعد مثلا أتفرج على أول كام حلقة بتنزل وبعد كده بكسل أو ما كانش عندي الهمة إني أكمل في حاجة زي كده. بس بعد فترة طويلة وحاليا الحمد لله الواحد اتطور للأحسن، فبإذن الله قُلت ليه ما نبدأش تاني في حاجة زي كده، خصوصًا إن الوقت اللي إحنا فيه دلوقتي أو الزمن اللي إحنا فيه دلوقتي من كتر الشبهات اللي موجودة فيه، ومن كتر قلة العلم بالدين اللي إحنا بقينا موجودين فيه، فإحنا محتاجين بقى نطوّر نفسنا ونزُق نفسنا قدّام شوية علشان نرتقي بحياتنا الدينية اللي أصلًا هي أساس وجودنا على الدنيا. فإن شاء الله هتكون تجربة جميلة جدًا وتجربة كويسة جدًا. كوباية شاي وساعة جَد بإذن الله مع أول حلقة، وربنا ييسّر كده ودعواتكم بالخير إن شاء الله. الحمد لله دلوقتي خلّصنا أول حلقة من البناء المنهجي، واللي هنتكلم فيه مع بعضينا شوية عن الاستفادة من الحلقة دي، وفي نقطة هتهمك جدًا. بس إن شاء الله أول حاجة هنروح الgym بإذن الله عشان نكون خلّصنا تاني task علينا، فدلوقتي هنجهّز حاجة الgym ونتوكل على الله. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. النهارده في اليوم التاني، الحمد لله خلّصت اللي عليَّ امبارح بنسبة 90%. للأسف أهم حاجة سقطت منّي امبارح في الto do list اللي أنا كتبتها هي الوِرد بتاع القرآن الكريم، ومش عارف إيه اللي حصل بس المهم إنّي نسيته. نسيان غصبٍ عني. الحمد لله يعني واحدة، واحدة بنحاول نكوّن العادة، فلو سقط منّك حاجة في وسط الطريق يعني ما تأنِّبش ضميرك أوي عشان تقدر تكمّل. الوِرد بتاعك ما عرفتش تقرأه النهارده، خلّيه في اليوم اللي بعده، بس لازمًا تكون حريص إنه ما يعدّيش عليك. مش باقول لك أنا باقرأ بقى لي سنتين 3 الوِرد بتاعي كل يوم، لكن عارف أنت إيه، العمل بقدر الاستطاعة إنك تنجز الحاجة دي أو إنك تعمل الحاجة دي عشان لمّا تبقى عادة عندك هتبدأ تعملها بدون وعي، أوتوماتيك كده هتلاقي إيدك جات على المصحف وهتعمل اللي أنت عايزه من غير حتى ما تفكّر. فخلاص كده إحنا خلّصنا حلقة البناء المنهجي، وخلّصنا الgym وكان عندنا الوِرد بتاع القرآن ما اتعملش. فهنيجي على بقى النهارده الإثنين، عندنا برضه علينا الوِرد، بعد كده عندنا الgym، بعد كده عندنا حلقة البناء المنهجي. دول لحد دلوقتي ال3 حاجات اللي المفروض أعملهم، ودول الأساسيات. أهمهم ده رقم 1 الورد بتاع القرآن، تاني حاجة هي حلقة البناء المنهجي، وتالت حاجة أو آخر حاجة هي الgym. أما بقى بالنسبة للحاجات الشخصية بقى اللي أنا هاعملها، فبابدأ أكتبها هنا. مثلًا فيديو مثلًا أعمل له مونتاج، في حاجة ممكن أتعلمها مثلًا تفيدني في موضوع اليوتيوب، فباكتب مثلًا SEO اليوتيوب. يعني حاجتين بس يعتبر هيقوموا بالواجب معاك يعني، مش شرط تكتّر في المهام اليومية بتاعتك، وحاجة بالحجم ده تقدر تحطها في جيبك أو تقدر تتحرّك بيها بكل سهولة، ومن غير ما تعمل لك أي مشاكل في الموضوع إنها تاخد مكان أو كده. طبعًا ده جدول البناء المنهجي. الحمد لله خلّصنا أول حلقة،
اللي هي بتعرف تعلمنا الإيمان، ودي حاجة مهمة جدًا هنتكلم عليها مع بعضينا دلوقتي. دلوقتي إن شاء الله هنخلّص أول حاجة عندنا وهي ورد القرآن الكريم، لإن هو ده أهم task دلوقتي بعد ما خلّصنا الشغل أو بعد ما خلّصنا الحاجة الأساسية اللي بنعملها في يومنا. فإن شاء الله إن كان عندك إمكانية إنك تعرف تقرأ وأنت رايح الشغل فدي حاجة كويسة، لكن أنا واحد باصحى قبل الشغل بتاعي بميعاد بسيط، فباروح الشغل وبعد كده لمّا بارجع أخلّص الورد بتاعي. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها دلوقتي الحمد لله خلّصنا ورد القرآن بتاعنا، ونيجي بقى للموضوع اللي هنتكلم فيه مع بعضينا والنقطة اللي حابب أنبّه عليها في الفيديو ده. معظمنا للأسف دلوقتي ضايع في الدين، يعني على علم قليل أوي بالدين بتاعه. ففي ناس مننا كتير وأنا كنت منهم، أنا دلوقتي كنت خلّصت الدراسة في الأزهر تمام، وكان عندي الأساسيات، بس لظروفٍ ما ومع بهدلة الدنيا والضغوطات والحاجات اللي الواحد دخل فيها، في حاجات كتير جدًا نسيتها، وللأسف الحاجات دي مهمة جدًا. بدأت أبحث إيه أول حاجة ممكن الواحد يبدأ بيها عشان بقى يعرف دينه تاني، يعني أنا قُلت أنا هاعتبر نفسي مش عارف أي حاجة، هاعتبر نفسي مش عارف أركان الإسلام، وهابدأ واحدة واحدة. ده أولًا لزيادة العلم والمعرفة وترسيخ الحاجات دي جوايا. فسبحان الله والحمد لله إن البناء المنهجي جه في الوقت ده، لإن طبعًا علشان تبدأ في حاجة زي كده، حاجة يكون مترتب لها إنها تاخدك من البداية أو من بداية بسم الله الرحمن الرحيم في الدين لحد ما تخلّيك تقدر ترد على الشبهات. أول حاجة لابد إنك تتعلم الإيمان، ثم تتعلم القرآن لتهتدي به، فالإيمان أهم حاجة لازمًا تبدأ بيها، الإيمان أهم حاجة لازمًا تقويها عندك، الإيمان بالله وبالرسول. مش هاقول لك لازمًا تكون واصل لlevel كبير جدًا في الحاجة دي علشان يكون عندك المعرفة بيها، يكفيك الأساسيات دلوقتي لحد ما هتلاقي نفسك واحدة واحدة وصلت لمرتبة كويسة جدًا في العلم بالحاجة دي. فلو أنت عايز تبدأ تعرف عن إزاي تقوي نفسك إيمانيًا ودنيويًا ودينيًا وكل حاجة، ابدأ بالإيمان، لإن هو أول شُعلة هتنوّر لك طريقك في الدين بتاعك، وأول شُعلة هتخلّي عندك يقين وثقة بالله بإن كل حاجة بتمُر بيها ده من تدابير ربنا سبحانه وتعالى، والحاجات دي بإذن الله هيكون ليها أثر إيجابي كبير جدًا على حياتك. دمتم بخير وبصحة وعافية، ونراكم في الفيديو الجاي إن شاء الله.